اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم في وصف مصر. مما لا شك فيه لما تم افتتاح المتحف الكبير العالم كله كان متشوق ان هو يعرف كل حاجه عن اجدادنا، وهذا يعني هؤلاء العظماء اللي تركوا لنا آثارا كثيرة جدا. ولما سمعنا الغناء باللغة الفرعونية القديمة طبعا انبهرنا. في ناس قالت لك دي اللغة الهيروغليفية. هي اللغة الهيروغليفية تكتب وتنطق؟ في ناس تانية أو خبراء في في دراسة اللغات وأيضا في المجال الأثري قالوا لا، خلوا بالكم، ده اللغة الهيروغليفية دي بتتكتب، أما اللغات اللي انتوا بتسمعوها أو سمعتوا بيها هذا الغناء دي اللغة المصرية القديمة. طب هل يا ترى اللغة المصرية القديمة متعددة ولا هي لغة واحدة؟ هل في ناس لسه ما زالوا بيتكلموا هذه اللغة أم لا؟ ده اللي هنعرفه من خلال فقرتنا الأولى من برنامجكم في وصف مصر، وهيكون معايا ضيفي العزيز دكتور محمود الحلوجي، مدير عام المتحف المصري السابق والخبير الأثري. أهلا بحضرتك معايا. اهلا وسهلا بحضرتك وبكل الساده المشاهدين. كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. الله اكرم، كل سنه وحضرتك طيبه وكل المصريين بخير وصحه وسعاده ومصر كلها في خير وصحه آمين وسعاده يا رب. طبعا دي هتكون فقرتنا الاولى، لكن في فقرتنا الثانيه طبعا كلنا عارفين ان اجدادنا كلهم وخاصه السيدات والملوك وايضا الرجال كانوا بيحبوا جدا الحلي. ما هي مصر كانت عامره بالكثير من الثروات، وكانوا بيعرفوا ازاي يتفننوا في صناعه الحلي وايضا الملابس. فمش غريب ان يكون معانا مصممه تعشق اجدادها، تعشق هذا العصر الجميل، وتحاول أن تعمل عملية مزج ما بين الواقع وما بين الحضارة المصرية العظيمة، ولكن في شكل الحلي للاعتزاز والفخر بحضارة أجدادنا اللي أبهرت العالم كله. وهتكون معانا مصممة الحلي نور حسن. دي الفقرات بتاعتنا، أتمنى إن هي تنال إعجابكم. تعالوا بينا نروح لفاصل، ولما نرجع هنتكلم عن لغة أهلنا قدماء المصريين أو اللغة المصرية القديمة. هنتعرف عليها، هل هي تكتب أم تقرأ أم ماذا يحدث؟ خلينا نروح مع بعض الفاصل. نعلق زينة رمضان. فرحة وهيصة وصلاة تراويح وحوية وحوي قرآن تسابيح. فرحة وهيصة وصلاة تراويح وحوية وحوي قرآن تسابيح. قبل المغرب نسمع تواشيح وبنتجمع كده زي زمان.
ندعي ونقول له امين. ورجعنا لكم مرة أخرى، وزي ما اتفقنا مع بعض فقرتنا النهاردة عن اللغة المصرية القديمة. دكتور محمود، نعم. سمعنا كلنا ساعة الاحتفال بالمتحف المصري الكبير، نعم. يعني انشودات جميلة جدا بلغة أجدادنا. نعم. طبعا مش ما فهمناهاش، بس كنا يعني حاسين بالأصالة، وكأن هذه الأنشودة تطرق على قلوبنا. نعم. هل هذه هي اللغة الهيروغليفية؟ لا، أمال إيه؟ هي اللغة المصرية القديمة. طب ما هو مش الاثنين حاجة واحدة؟ لغة أجدادنا المصريين القدماء. بص حضرتك، اللغة، أي لغة في العالم بتبدأ كلغة منطوقة نعم. بالكلام، أكيد. ثم تظهر الحاجة إلى التوثيق والتسجيل والكتابة. نعم. فيبدأ كل يعني أمة أو كل قوم أو كل قبيلة تبدأ تتخذ لنفسها علامات لترجمة الصوتيات علشان يسجلوا الشيء اللي هم عايزين يسجلوه. نعم. فتبدأ تظهر عملية الكتابة. مم. وكتابة أي لغة بتتطور من عصر إلى عصر إلى عصر. بتختلف طبعا وفقا للعصور. زي مثلا حضرتك، يعني احنا لما بنقول اللغة العربية، كلنا عارفين اللغة العربية طبعا تكتب بخطوط كتيرة، أكتر من 16 نعم. طريقة، زي النسخ والرقعة والكوفي والديواني والفارسي. دي كلها اسمها خطوط نعم. لتسجيل اللغة العربية. مه. ما بنقولش اللغة الرقعة أو اللغة النسخ لا أو طبعا. اللغة الكوفي، بنقول اللغة العربية مكتوبة بالخط الكوفي. أها. فهكذا برضو معذرة، اتفضل. اللغة أجدادنا اسمها اللغة المصرية القديمة. نعم. في بداية الحضارة المصرية، في جذور النشأة، طبعا الكلام ده شيء وارد، ان كل الأقوام بتتكلم مع بعضيها. طبعا. ظهرت الحاجة إلى التسجيل والتوثيق في الفترة اللي هي من حوالي 4000 سنة قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام. وبدأت التسجيل بعلامات بسيطة جدا جدا، وأشكال نباتية وطيور وحيوانات وأشكال حيوانية للتعبير عن الصوتيات. نعم. من هنا بدأت تنشأ كتابة اللغة المصرية. نعم. فالكتابة المصرية خدت أشكال كتيرة. أول كتابة ليها الكتابة المقدسة، وهي الهيروغليفية. يعني الهيروغليفية بتطلقوا عليها الكتابة المقدسة؟ الكتابة المقدسة. طب ليه أطلقتوا عليها الكتابة المقدسة؟ لأنها بتكتب في المقابر، في المعابد، في القصور، في يعني الحاجات الرسمية والدينية. يعني حضرتك تقصد ان البرديات وما وجد من اجدادنا اللي كان لا يكتب بالهيروغليفية ويكتب باللغة بكتابة اخرى؟ هقول لحضرتك. اتفضل. البرديات وما عدا الجداريات كتبت بخطوط مختلفة. على سبيل المثال، مثلا هناخد البردي كمثل. يا ريت. الكهنة في المعابد عندهم تسجيل وتوثيق، بيسجلوا ايه اللي دخل، ايه اللي خرج، النهارده هنعمل ايه، بكره هنعمل ايه، مين الناس اللي يعني الدارسين الجدد او اللي هم هيدرسوا الدين، اسمائهم وهيدرسوا ايه، ومين اللي هيدرس لهم. فكل التعاملات بتاعت الكهنة، الحياة اليومية
بتاعه الكهنه بالذات ليهم كتابه اسمها الكتابه الهيراتيقيه، اللي هي الكتابه الكهنوتيه. ولو قلنا ايه الفرق بين الهيروغليفيه والهيراتيقيه، في الهيروغليفي حرف الالف مثلا هو يعني نوع من انواع النسور. اوكي. ففي الهيروغليفيه يرسم بشكله الكامل، تشوفيه تعرفيه. انما في الهيراتيقيه ده بيعمل زي ما حضرتك قلتي حاجات يوميات، فمش هيقعد يرسم، فبيختزل العلامه. يعني ياخد الاوتلاين، الخط الخارجي بتاع الحيوان او بتاع الانسان او بتاع النبات او بتاع اي حاجه، علشان يبقى في سرعه حتى في الكتابه، عشان يختزل الوقت ويختزل العلامه عشان الوقت بالذات. نعم. فبتبان شكلها مختلف. في برديات بتكتب بخط هيروغليفي بيسموه كيرسيف هيروغليفكس، يعني برضو يعني هيروغليفي سريع مش جميل، يعني في ديتيلز، في تفاصيل، بس مش زي اللي في واجهات المعابد وفي المقابر. في بقى حاجة تالتة خالص، ايه؟ اكثر اختزالا من الهيراتيقية. وطبعا عامة الشعب برضو ما عندهمش وقت يعني عشان يقعدوا يرسموا يكتبوا، فبيختزلوا العلامة كمان الهيراتيقية دي، بيختزلوها يخلوها اكثر اختصارا. يعني لو كان الهيراتيقي بيكتب الاوتلاين بتاع العلامة 3/4 مثلا، نعم، فالديموتيقية بتختزل نص الخط الخارجي للعلامة. وبالمناسبة ديموتيقية هي كلمة تعني الكتابة الشعبية، ودي اللي بيستخدمها كل الناس، بيستخدمها عامة الشعب بقى بالظبط، في العقود وفي البيع وفي الشراء وفي كل حاجة. وجاية من كلمة ديموس اللي هي اليونانية بمعنى شعبي. فدي الكتابات كده 3 نعتبر 4 كتابات، الهيروغليفية والكارس هيروغليفية. لا، خلينا في الهيروغليفية والهيراتيقية والديموتيقية، يبقى كده 3. اوكي. في بعد كده بقى في العصور لما دخل اليونانيين مصر، المستعمر دايما بيحب يخلي لغته هي بيسيب بصمة من الآخر. بالظبط. فبدأت الدواوين تتعامل باللغة بتاعتهم اليونانية. المصريين برضو فرض عليهم ان هم يكتبوا كتابات حروف يونانية. نعم. فكتبوا لغتهم المصرية، بس مش بالحروف المصرية القديمة، بالحروف اليونانية. نعم. فدي بنسميها الكتابة اللي هي العصر اللي هو اليوناني والروماني. والعصر ده لأنه هو عصر يعني بعد العصور المصرية، أطلق على الكتابة دي كتابة قبطية. وعايز أقول لحضرتك إن القبطية معناها يعني كتابة تنتمي إلى مصر. لأن أي إنسان مصري عايش على أرض مصر يطلق عليه الأغراب قبطي. فقبطي تعني مصري ولا تعني ديانة. نعم. لأن احنا كلنا في مصر أقباط. اوكي. يعني أنا قبطي مسلم وأخويا قبطي مسيحي. نعم. فقبطي معناها الذي ينتمي إلى أرض مصر، أرض التي يفيض فيها فيضان النيل. نعم. لأن في بعض الناس بيفتكروا إن قبطي تعني بالظبط المسيحية. لا، احنا في مصر ايه معناها عند قدماء المصريين؟ معناها المصري؟ القبطي معناها الإنسان الذي ينتمي إلى الأرض التي يفيض فيها نهر النيل. اوكي، عشان كده. طيب نكمل. فهي دي بشكل عام الكتابة المصرية للغة المصرية. برضو ما ينفعش نقول عليها لغة الفراعنة، ما ينفعش نقول عليها لغة هيروغليفية ولا لغة هيراتيقية ولا لغة ديموتيقية ولا لغة قبطية. هي كلها لغة مصرية قديمة. بس الكتابة القبطية اللي هي المصرية القديمة بالحروف اليونانية في العصر اليوناني والعصر ده الاختلاف الوحيد. نعم.
نعم. ده طب بشكل انا عايزه سريع. اسالك سؤال. اتفضل. احنا يعني انا عارفه ان في اسر في عند قدماء المصريين او عصر في الأسرات. الحضاره. نعم، عصر الاسرات. حضارة مصرية طب قديمة. هل ما قبل عصر الاسرات هل كان الكتابه بهذا الشكل ام كانت تختلف؟ ما قبل الأسرات احنا اتكلمنا عن بداية ظهور الكتابة لما بدأوا يحطوا علامات لتسجيل بعض يحطوها، يعملوا بطاقة بالظبط. من العاج آه. وتتعلق على الأواني علشان الإناء ده يقولوا ده بداخله عسل، بداخله قمح، بداخله شعير، بداخله. فبدأت تبدأ دي بداية الاحتياج إلى الكتابة. بالظبط. إنما في عصور ما قبل الأسرات يعني احنا بنتكلم عن مثلا يعني أقدم حضارة عارفة الاستقرار في مصر هي اكتشفت حتى الآن، هي حضارة مرمدة بني سلامة، ودي من حوالي أكتر من 5500 عام قبل ميلاد السيد المسيح. طبعا ما كانش فيه كتابة لأن دي بداية الاستقرار لما المصري القديم اهتدى إلى نهر النيل. فمنذ أن نزل المصري القديم في وادي النيل استقر. بالظبط. ومنذ أن استقر لأن قبل كده هو قعد آلاف السنين يرتحل من مكان إلى آخر بحثا عن الطعام والشراب، اللي هي بقى ما قبل التاريخ يعتبر، عصور ما قبل التاريخ بالظبط كده. نعم. اللي هي مرحلة التنقل حتى إيجاد بالظبط حتى إيجاد المكان أو المقر الرئيسي. بيدور على بالزبط. احتياجاته الطبيعية. نعم. عايز ثمرة أو خضرة، عايز مية يشربها، مش محتاج أكتر من كده. نعم. إنما لما استقر بقى لقى وادي النيل، نهر النيل العظيم، يعني هذا النهر الخالد وأحد أنهار الجنة إن شاء الله يا رب. هل هيسيبه؟ لا طبعا. ومنذ الاستقرار في عصر ما قبل الأسرات، منذ أن استقر وادي النيل لم يغادر المصري القديم وادي النيل خالص. وابتدت من هنا بقى بداية الاستقرار، بداية الحضارة، أو بداية الحضارة زي ما حضرتك بتقول. بدأ يبني بقى البيت. بدأ يمارس أقدم حرفة هي الزراعة بقى. عرفها الإنسان. بالزبط. حرفة الزراعة. نعم. طب هو ليه ما بدأهاش قبل كده؟ لأنه ما كانش لسه استقر او مش عارف الاماكن، هو عشان كده اختار المكان اللي فيه ميه عشان يعرف ان هو يمارس الزراعه. هو ما اختاروش. لا هو لا طبعا يعني بالظبط. هي الظروف هي اللي قادته الى هذا المكان، بتدفع بيه. نعم. من الخارج الى الداخل. بالزبط. يعني هنفترض لو احنا المصريين اللي هو قبل بداية الحضارة كانوا عايشين في الصحراء الشرقية والصحراء الغربية. بالمناسبة هي ما كانتش صحراوات قاحلة. نعم. هي كان فيها برضو بعض الأودية وبعض الواحات، وكان فيها اللي ساعدت الإنسان على إنه يعيش. نعم. فكان الإنسان بيعيش في هذا الوادي الصغير أو هذه الواحة الصغيرة، عنده شوية مية وعنده ثمار وخضرة، فكان بيعيش عليها لحد ما تنتهي، ينتقل إلى مكان آخر لحد ما يلاقي الاحتياجات الأساسية. نعم. ما كانش هناك حاجة لأن يمارس حرفة الزراعة. هو شافها بعينه إنما ما مارسهاش. يعني شاف البذرة لما بيرميها في الطينة بتنبت وبتطلع ثمار. بالظبط. وبالتالي هو أول ما استقر في وادي النيل بدأ يمارس حرفة الزراعة. نعم. بعد ما بنى بيته وبدأ يستأنس الحيوان وبدأ يزرع الأرض بتاعته، وبدأ يصطاد من النيل. يعني بدأت الحياة تاخد شكل مختلف في هذه الفترة. نعم. وعملوا بقى الصناعات بقى زي الأواني والمصنوعة من السلال، وبدأت أول صناعة هي صناعة الفخار. نعم. فحتى بعض علماء الآثار كان بيتخذ الفخار كوسيلة من وسائل التأريخ. يعني يقول ده فخار نقادة، ده فخار مرمدة، ده فخار ديرتاسة أو البداري. وكل حقبة من الحقب دي كان الفخار بياخد أشكال ورسوم مختلفة حسب التطور طبعا تميزه. فبدليل ان العلماء الاوائل عملوا تاريخ الفخار وعملوا بيه التاريخ المصري في عصور ما قبل الاسرات. هنرجع بقى اللي بنقول ليه عصور
حضرتك قلت عصور انا ما كنت قبل التاريخ. بسأل بالظبط كده. هو السؤال اللي بيطرح نفسه يعني هو ما قبل التاريخ ما كانش فيه تاريخ؟ لا، فيه تاريخ. امال ايه؟ لكنه تاريخ غير مسجل، غير مدون. لان قلنا الكتابه والتسجيل ظهرت ما ظهرت بس مع قبل الأسرة. عصر الاسرات يعني فتره بسيطه. وقلنا ظهرت التدوين والكتابه بشكل علامات بدائيه، مش لغه نعم. بالشكل المعروف. عشان كده ما حدش يعرف حاجه اللي هو في تاريخ ما قبل التاريخ زي ما فعشان بنقول. كده العلماء بيقولوا ما قبل الكتابه هي فيصل بين ما قبل التاريخ الغير مسجل وما بعد الكتابه او التاريخ المسجل. ده المقصود بيه. والعصور التاريخيه في مصر بتبدا من الاسره الاولى اللي هو 3200 عام قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام. عليه السلام. طب انا عايزه اسالك سؤال اتفضل. يعني معلش، ناس كتير جدا تقول لك احنا ليه كان يطلق على الفراعنه لقب فرعون؟ انا اشكرك على هذا السؤال المهم جدا جدا جدا. لان المصريين كانوا يطلقوا على الملوك ملك مصر العليا والسفلى. نعم. منذ بداية الأسرة الأولى لما توحدت مصر شمالا وجنوبا وتأسست الأسرة الأولى. كان اسمه ملك مصر العليا والسفلى. نعم. لأنه وحد الشمال والجنوب. وفضل اسمه ملك مصر وليه طبعا ألقاب تانية. نعم. إنما في عصر الأسرة ال18 بداية من عصر الأسرة ال18 ظهر لقب جديد اسمه برعا. وبر بمعنى منزل او بيت كبير، يعني عظيم، او معنى قصر عظيم. وكان ده كان لقب جديد لملك مصر، المقصود به الذي يعيش في داخل القصر العظيم. نعم. اللي هو ملك مصر. فاطلق على الملوك من اول الاسره ال18 مع بجانب القاب كتيره جدا. برعا او اللي هو اتحرف واصبح فرعون. اوكي. يعني فرعون جايه من برعا اللي هي ملك عظيم. الملك الذي يعيش في القصر العظيم. في القصر العظيم. انما بعد كده بقى بما ان علم المصريات اللي بدأوا الاجانب. نعم. فهم اللي اضافوا للحضارة المصرية كلمة فيرونيك او فيروز بمعنى الفراعنة او الفرعونية. نعم. انما انا عايز اقول حاجة مهمة، ان احنا كمصريين احنا اللي بنينا الحضارة. اكيد. مش الملوك. الملك يجلس على العرش ولكن الشعب هو من الانسان يعني المصري. الانسان المصري هو اللي تعب وهو اللي عمل اللي تعب هو اللي في الحضاره بنى وهو اللي بنى والعصور ما قبل الاسرات وما قبل التاريخ وكل الحاجات دي وبدايه الحضاره وبدايه الاسرات. اللي تعب وعمل الحضاره الكبيره دي هو الانسان المصري. أكيد. فعشان كده هي اسمها الحضاره المصريه القديمه او حضاره المصريين القدماء. نعم. فقط من سماها بحضاره الفراعنه او الحضاره الفرعونيه هم العلماء الاجانب. واشتهرت الحضارة بالحضارة الفرعونية، ولكن هذا الاسم فيه إجحاف للإنسان المصري اللي تعب وعرق وشقي وبنى هذه الحضارة اللي هي أقدم حضارة عرفها الإنسان على وجه الكرة الأرضية. فأنا بحب كلمة الحضارة المصرية القديمة، حضارة المصريين القدماء. ومصر هي بنفتخر إن هي ادتنا اسمها، وإحنا اكتسبنا اسمنا مصريين من الأرض. نعم. وإنما والمصريين هم اللي بنوا الحضارة. أكيد. وليس الملوك الجالسين على العروش. يمكن واحنا بنتكلم عن اللغة المصرية القديمة ناس كتير قوي هتقول طب يا ترى هل مازال هذه اللغة مستخدمة حتى الآن؟ مش مستخدمة بيننا وبين بعض، يعني هل هناك من يتحدث هذه اللغة او حتى زي ما كنا بنعتقد ان هناك الاشخاص اللي بيعيشوا في الاقصر واسوان وفي هذه المناطق يعني الممتلئه بالاثار المصريه الكثيره، كنا بنعتقد ان هم لازم هيكونوا حافظين اللغه المصريه القديمه. هنتكلم عن هذا الموضوع، لكن خلينا نروح مع بعض الفاصل ونرجع لكم تاني.
اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى وحد الدايم وقول نويت بكره نحيت الشهر صايم والفجر قايم اصحى يا نايم وحد الرزاق رمضان كريم. ورجعنا لكم مرة أخرى، ويمكن كلنا سمعنا الأغنية، هي جميلة بس أنا ما فهمتهاش طبعا يعني، بس هي يعني حلوة وبنعجب بيها طبعا، وهي أدتها جميل جدا. لكن هو لسه في حد بيتكلم اللغة المصرية القديمة؟ المصرية القديمة أكيد. إحنا بعد اليونانيين ما جم مصر وغيروا طريقة الكتابة، ما غيروش اللغة، غيروا طريقة الكتابة، وجي الرومان، وبعد الرومان جه العرب المسلمين 641 ميلادية 21 هجرية. سيدنا عمرو بن العاص جه إلى مصر في عصر الخليفة عمر بن الخطاب، والمصريين هم اللي وقفوا مع العرب المسلمين علشان يحرروهم من الاضطهاد الروماني. نعم. وفضل حصن بابليون محاصر لحد ما استسلم الرومان، وأصبحت مصر خاضعة للخلافة الإسلامية. نعم. المصريين برضو العرب المسلمين جم، بس برضو المصريين بيتكلموا برضو لغة مصرية قديمة. نعم. بدأت اللغة العربية تخش في التعاملات في الحياة يعني، فطبيعي ان هم ابتدوا يتعلموا اللغة العربية. بالظبط. انما انا عايز ارجع لحتة تانية بقى. نعم. ان شامبوليون لما جه مع الحملة الفرنسية الى مصر، وعارفين ان هو استطاع نجح في فك رموز اللغة المصرية القديمة من خلال حجر رشيد. بالظبط. طبعا هو فكها عن طريق ان النص كان مكتوب باللغة اليونانية واللغة المصرية. بس اللغة المصرية مكتوب بكتابتين، هيروغليفية و ديموتيقية. شامبوليون ابتدى يقارن
الاسماء الاعلام. نعم. هو بيعرف يوناني كويس. وكان في حاجة اسمها الخرطوش الملكي، دي كانت معروفة ان دي اسماء الملوك بالظبط. فهو من خلال ترجمته للنص اليوناني قدر يفهم النص المصري بيقول ايه، لان هو نص واحد بالظبط. فبدأ باسماء الملوك من خلال الخراطيش. وبدأ يطلع العلامات والحروف، وبدأ دي كانت بداية فك رموز اللغة المصرية القديمة. عايز اقول ان شامبوليون بقى استعان بمين في فك رموز اللغة المصرية القديمة؟ بالمصريين او الكهنة في الكنائس المصرية. نعم. لان حتى يومنا النهاردة الكنائس المصرية بتمارس الطقوس والترانيم باللغة المصرية القديمة اللي احنا بنسمعها في الكنائس، اللي فيها موسيقى ترانيم كده، والكلام ده كلام مصري قديم. يعني في كلمة بالمصرية القديم اسمها بانيتر، يعني الإله الرب. هنلاقيها بتتقال بانيوتي. انت حضرتك قلتي احنا لسه بنتكلم لغه مصريه. لسه بنتكلم لغه مصريه. احنا إزاي؟ يعني انا عارفه ان احنا في ساعات بينا وبين بعض كده العاميه بتاعتنا احنا مقتبسين يعني بعض الكلمات، ولكن غيرنا في طريقه نطقها من الانجليزيه والفرنسيه. فهل احنا عاملين ده برضو مع اللغه المصريه القديمه؟ انا لما بعطي حضرتك حاجه بقولها باللغه العاميه ايه؟ انا هديكي كذا. دي كي، دي لغه مصريه. اديكي اللي هي دي بمعنى فعل، يعني يعطي. او اديني، دي ان اي، اديني. اديك، اديله. كل دي لغه مصريه قديمه. في مثلا كلمه تاتا. احنا بنقول للطفل تاتا بالظبط. تا يعني الارض. يعني مش بنقول له تاتا خط بالزبط. العتبه. بيقول بو، دي معناها ميه. في بيقول مثلا كمان وحوي اللي هي بتاعتنا دي يعني لغه انا مصريه قديمه. نعم. وح اللي هو اله القمر. بالظبط، القمر. فهم في كلمات كتير. المدن المصريه كلها اسماء مصريه قديمه. زي بنها، هي بانهت اللي هي شجره السيكامور، شجره الجميز. كلمه مدينه دمنهور، ديمي ان حور او ديمي ان هور اللي هو قريه حورس، لان هو قريته كانت في كفر في تل الفراعين. نعم. بالقرب من دسوق. في عندنا كمان طنطا. طا يعني ارض. يعني ارض على ارض. وعلى هذا المنوال بايم الفيوم، يعني البحر او البحيره. نعم. فكل المدن المصريه معظمها اسماء مصريه قديمه. ومثلا ميريت يعني فعل، يعني يحب. يعني انا لما اقول ميريت ايه يعني محبوبتي. ودي الكلمه اللي بنستخدمها لحد النهارده. الزوج بيقول على زوجته ايه؟ مراتي. ميريت ايه؟ مريتي. اوكي. بس احنا بنغير في النطق شويه زي ما عملنا مع اللغه الانجليزيه والفرنسيه. يعني شيء طبيعي ان النطق يحصل فيه تغيير ويتطور مع مرور الوقت ومرور الزمن. فاحنا المصريين احنا عايشين في عاداتنا وتقاليدنا المصريه القديمه ولغتنا المصريه القديمه. ودي حاجة مش هتطلع مننا أبدا، رغم ان بيجي علينا اليونان وبيجي علينا الرومان والفرس والهكسوس احنا بنأثر فيهم، ولكن هم تأثيرهم فينا ما بيكونش بنفس القوة. هو أحسنتي حضرتك، لأن المصري يؤثر ولا يتأثر. يعني احنا أثرنا في المحتلين اللي جم مصر. بالظبط. اليونانيين تعلموا اللغة المصرية القديمة، لبسوا الملابس المصرية القديمة، قدسوا المعبودات المصرية القديمة، دمجوا بين المعبودات المصرية والمعبودات اليونانية، واليونانيين عملوا نفس الشيء. فدي طبيعة المصري القديم.
نعم الطبيعة الأصيلة للمصري القديم. بالظبط، احنا بنؤثر في الاخرين، ولكن دائما ما كان شغف الاخرين بالحضاره المصريه دافع ان هم يتقربون الى المصريين من خلال تعلم اللغه او تعلم العادات والتقاليد المختصه او التي يمارسها المصريين بوجه عام. واحنا شفنا الاسكندر الاكبر لما جه حاول ان هو يتقرب ايضا ولبس الملابس بممارسة. المصريه وقدم القرابين للمعبود المصري، ويعني وكل الاجانب كانوا بيمشوا على نفس منوال الملك، الناس على دين ملوكهم. بالظبط كده. فده شيء يعني طيب انا عايزه اسالك سؤال، هو دايما لما كان يقول لك ايه، اصل ده شعب فرعون، يعني ده شعب يعني نعم. يعني متمرد. دي كلمه طبعا انا عايزه افهم تعني اصل الكلمه دي، لان هي كانت ساعات بتضايقني قوي لما حد يقول لي انتوا شعب فرعون، وحضرتك إحنا قلت لي مصريين. ان كلمه فرعون ده هو دي الملك. مختلفة. هو الملك بالظبط. هو الملك، لان كلمه فرعون ارتبطت في الكتب المقدسه بالطغيان والظلم والاستعباد، يعني نعم. كلها سمات يعني غير آدمية، يعني غلط، يعتبر ان هم خدوها بشكل ولو خاطئ. ان يعني هي معظم اللقب فرعون اللي موجود في الكتب السماوية يرمز الى الفرعون اللي كان في عصر سيدنا موسى. وليس كل الملوك المصريين. لا طبعا مش شرط. واحنا كل الناس تقول ده متفرعن، ده فرعون، يعني معناها صفات، في صفات غير يعني إنسانية، غير بالظبط. رحيم، غير عادل، غير يعني صفات مش حلوة. فعشان كده أنا للأسف يعني هو نوع من تحوير لمعنى كلمة فرعون اللي هو الملك، فاتحولت بشكل تاني خالص. دكتور محمود الحلواجي، مدير عام المتحف المصري السابق والخبير الأثري، أنا سعدت بحواري مع حضرتك جدا، ويمكن الوقت جري بسرعة ولكن يعني أسعدتنا. شكرا. وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة، وأنا بشكر حضرتك على اللقاء دون. أتمنى أن يكون المشاهدين استمتعوا لا معنا. احنا استفدنا واتبسطنا جدا. وكل سنة ومصر كلها بخير وصحة وسعادة ورمضان كريم على كل الشعوب إن شاء الله. الله أكبر. يمكن فقرتنا انتهت، ولكن زي ما اتفقنا لسه معانا فقرة الحلي ومصممة الحلي نور حسن. خلينا نخرج مع بعض الفاصل ونرجع لكم تاني.